فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله سميع عليم. آخر يوم رمضان إن شاء الله. الجو جميل جدا يا جماعة، الجو جميل جدا، الشمس جميلة جدا، قرص الشمس أهو. أنا مش باين أنا مع قرص الشمس ده. النهاردة آخر يوم رمضان، اللهم بارك. كل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله الأيام دي تتعدى علينا بالخير يا رب، وأنتم كويسين كده، وكل واحد فيكم حقق حلمه وحقق الأحلام بتاعته وحقق طموحاته كده، وكل سنة وكلنا أقرب إلى الله. وانا مبسوط جدا والله يا جماعه، يعني ما شاء الله الحمد لله. انا اول رمضان اكون فيه مبسوط بالطريقه دي هو ده الرمضان ده، يعني مبسوط بطريقه غريبه جدا، يعني ما شاء الله الحمد لله. مش عارف اعمل ايه تاني بجد. انا كنت عايز اتكلم مع الناس بتوع ثانويه عامه هم يعملوا ايه في الفتره دي بقى، يعني الوقت بتاع العيد والوقت بتاع الوفاه. مبدئيا كده البنات اكيد عندكم ترويق، اكيد، والولاد برضه. روح روق يا باشا وظبط الدنيا دي كده، وايه يعني اعمل الحاجات دي كلها، روق وعادي ضيع الليله بتاعت الوقفه دي في الترويق. طيب يوم العيد ضيع بقى يا باشا نص اليوم او اليوم كله لو عايز تضيعه عادي. هي الفكره ان بعض الناس بتقول لك ان احنا يعني عندنا 4 ايام فخدنا منهم مثلا يوم او يومين، فمش هيحصل حاجه. يعني مثلا زي ما انت عندك طبق كشري خدت منه معلقه مش هيحصل حاجه، لا هو هيحصل حاجه. فانت يعني مش عايزك تاخد ايام العيد كلها ان انت تتفسح فيها وتخرج فيها وتبهدل الايام دي وتضيع الايام دي على بس ان انت اللي هو ده عيد وانا لازم اتبسط والكلام ده. وانت في ثانويه عامه انت لازم برضه تستغل الوقت ده ان انت تراجع الحاجات اللي عليك. يعني لسه جاي لي دلوقتي رساله من حد ان هو ما شاء الله لم التراكمات اللي عليه، هي واحده يعني لمت التراكمات اللي عليها كلها وخلاص. يعني فتره العيد دي هي هتبتدي تحل بوكلت، فتحل حاجات امتحانات شامله بقى على المنهج كله، فدي حاجه جامده. فاتمنى ان احنا كلنا نكون بنفس العقليه دي، ان هو انا لازم استغل الوقت ده. طيب انا ما عرفش استغل الوقت اللي فات عشان رمضان وانا ما بعرفش اذاكر في رمضان والكلام ده، استغل بقى يا باشا، عندك العيد اهو، استغل. ضيع اول يوم، انا ما بقولكش احبس نفسك اول يوم وذاكر، ضيع اول يوم في ان انت، هو انت مش هتضيعه، انت كده على فكره بتدي لنفسك طاقه ان انت تذاكر تاني. ضيع اول يوم ده او استثمر اول يوم ده ان انت تاخد طاقه، وبعد كده ابقى ارجع بقى ذاكر وظبط الدنيا، بس ما تزيدش فيها، فاهمني؟ ما تزيدش، اللي هو هنذاكر من تاني يوم ومذاكره جامد جدا وبهجت تاني خالص. مفيش الكلام ده، مش هيحصل. يعني عايزك استغل الوقت ده كويس عشان خلاص مش هتيجي لك فرصه تانية، انت فاضل لك وقت معين. وبالمناسبه في فيديو لسه نازل على قناتي التانية هسيبه لكم في الاي هنا او تحت في الديسكربشن عشان انتوا بتشوفوه، او في اول تعليق يعني عشان انتوا بتشوفوا الفيديو ده. والفيديو ده مهم جدا لاي حد في ثانويه عامه، فما تنسوش ان انتوا تشيروه بقى مع نفسكم ومع صحابكم، تعمل لايك وتعلي المايك، الكلام ده كله يعني. عايز تفهم القرآن كتير، يجي شاب او يجي واحد بعد درس التفسير يقول الكلام ده جيبه من التفسير اقول له يا ابني الكلام ده حصاد عمر، الكلام ده مش قراءة من كتاب وخلصت، وانه لكتاب عزيز. كتاب ربنا اعز من ان انت تقرا كتاب كده تفسير وتخلص كل حاجه وتفهمه. القرآن ده عايز عمرك، القرآن ده عايز سهر ليالي في تلاوته، ده عايز قراءة تفاسير مدى عمرك، ده عايز حضور دروس التفسير، ده عايز الأمة ترجع تاني تحب إنها تسمع القرآن، ولما تسمع إن في درس تفسير في مكان تقبل وتنهل من هذا العطاء الرباني العظيم. ختم التعارف سلسلة كان هدفها إن محاولة سد الفجوة الرهيبة اللي بيننا وبين القرآن، اللي أو اللي كثير مننا معتقد إنه مجرد كتاب الحرف فيه ب10 حسنات، اقرأ يا جدع وكتر من القراية عشان تاخد حسنات كتيرة. معلش كلمتين بس كده، عشان يعني الكلمتين دول انا كان عندي فكره مش اجمد حاجه عن الشيخ حازم شومان. يعني كان عندي فكره اللي هو الراجل ده بيزعق، والراجل ده فاهم اللي هو بيشوح كده بايده. يعني انا اسف في الكلمه دي، ان الشيخ حازم شومان هو راجل بيزعق وراجل متشدد ومتعصب في الدين، واللي هو ايه يا عم بالراحه، الدين بالراحه، الدين مش كده يا عم، في ايه؟
ولكن بعد ما فاهمين اللي هو مشيت معاه خطوة، مشيت معاه شوية، اكتشفت ان الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل وبيقول كلام تمام. ولكن هو بعض الناس او بعضنا يعني اللي هو بيكون لسه مقبل على طريق ان هو يسمع عن الدين او يحضر دروس او الكلام ده، بيفكر ان الشيخ حازم شومان بيزعق، مع ان هو مش بيزعق. هو الطريقه كده يا جماعه. هو يعني الدين ترغيب وترهيب، فهو بيحتاج الحاجتين. فانت عشان تاخد دي وتاخد دي، فهو بيديك الاثنين. ولكن انت لو من الناس اللي شايفه ان اسلوبه اللي هو بيزعق والكلام ده، انا اسف والله، فهو مش كده خالص. لا، هو الشيخ حازم يعني ما شاء الله عليه مش كده خالص.